اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنعمل مع بعض النهاردة مشروب البوظة المصرية. المشروب ده كان مشروب رمضان الأصلي زمان، احنا نسينا بقى الحاجات الأصلية بتاعت ناس زمان وخير زمان، وبدأنا بقى الصوبيا والكلام بقى اللي انتوا عارفينه ده. جربوا المشروب ده بجد عظمة، طبعا أهل الشرقية كلهم عارفينه. المكونات بتاعتنا في الحلة بتاعتنا حاطين كوبايتين من المية، طبعا مقدار الكوباية اللي هنعير بيه كله، فكوبايتين من المية، وضفت عليها كوباية من الدقيق، وكمان ضفت عليها كوباية الا ربع من السكر، والسكر براحتك فيه، ودوبتهم حلو قوي على البارد، وبعد كده رفعتهم على البوتاجاز لحد ما اداني القوام ده. طيب هل انا مش عايزه اعمله على البوتاجاز؟ ينفع اعمله بميه مغليه؟ ينفع تعمليه بميه مغليه، لكن بالراحه يعني وانتي بتعمليه علشان الدقيق ما يكلكعش. المهم ضفت عليه طرف معلقه كده من الكربونات الصوديوم، وكمان شويه من الملح هيظهر طعم المكونات اللي احنا حاطينها كلها. البطل بتاعنا هنا بقى، وهو ده اهم شيء في الوصفه، وهو الخميره. طبعا لو انت عندك الخميرة بيرة اللي هي بتاعة الافران والحاجات دي، هتبقى حاجة جميلة جدا. طب لو انت ما عندكيش، تقدر تستخدمي الخميرة الفورية، مفيش اي مشاكل. فحطينا معلقة، ما تزوديش عن معلقة علشان اللسعة بتاعتها ما تبقاش قوية. فحطينا معلقة من الخميرة، وضفت عليها كمان معلقة من السكر، وضفت عليها نص كوباية كده من المية، الفترة اللي هي يعني مش سخنة ومش ساقعة، يا دوبك دافية كده، دفيان بسيط علشان الخميرة تتنشط معايا. لو المية سخنت منك، الخميرة مش هتتنشط معاكي. تمام. وهتبداي تركنيها كده على جنب عقبال ما الخميرة تتنشط، اللي احنا عاملينه ده يبرد. ما ينفعش ننزل بالخميرة وهي سخنة. المهم كمان انا بقى في الاول حطيت كوبايتين من المية، وكمان دلوقتي حطيت كوبايتين من المية. هي عامة القوام بتاعها بيكون تخين، ولما بتقعد في التلاجة بتتخن اكتر، لازم تراعي النقطة دي. بيكون عاملة زي لبن السلطة كده شوية يعني. تمام. المهم هنا ضفت بقى كوبايتين، وكانت الخميرة اتنشطت معايا، فرحت مفضياها. يبقى هي كلها كوباية الدقيق اخدت معايا 4 كوبايات من المية. في ناس بقى بتضيف لبن بودر، وفي ناس بقى بتضيف كريم شانتيه، والكلام ده كله لا اصل لا في البوظة. هصفيها بقى عشان لو في اي تكتلات، وبعد كده هديها ضربة في الخلاط. لو انتي حابة تستغني عن نقطة الخلاط دي مفيش اي مشكلة، لكن طبعا انتي الخلاط بيمزج الخليط في بعضيه فبيكون افضل. هديها ضربة كويسة كده في الخلاط، وبعد كده هصبها في شفشق. طيب في نقطة مهمة قوي، ان الشفشق ما يتمليش لاخره، لازم يكون نصه. ليه؟ لان هي بتتضاعف. طبعا الخميرة لما بتقعد وبتشتغل بتخلي الكمية بتاعتنا تتضاعف. فلو انتي حطيتي الشفشق على المظبوط، طبعا هيحصل ايه بقى؟ التلاجة هتتغرق والدنيا هتبوظ، وما اقولكيش بقى على الحلويات اللي هتحصل لك. تمام. هتسيبيها على الاقل ساعتين، منها تسقع ومنها تخمر، وبعد كده هتصبيها. احمدوا ربنا بقى ان انا لحقت اصور لكم، لان انا بيتها، واتاري بقى بالليل بقى العيال وجوزي رايحين جايين عليها، فالحمد لله ان انا لحقت اصور الشوية دول. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ طعمها حلو قوي، بيكون فيها لسعة بسيطة كده. هو ده طعم البوظة المتعارف. وبس كده، جربوا المشروب ده وجربوه في رمضان. الخميرة طبعا مفيدة جدا، وكلنا عارفين فوائد الخميرة ايه. مشروب صحي جميل جدا. بس كده، انا ولاء هاشم، ودي قناتي ولاء هاشم. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش تدعميني بالاعجاب. لو اول مره بتشوفيني، اشتركي معايا وفعلي معايا زر الجرس علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. ودلوقتي هقول لكم دمتم سالمين، ومع السلامه.